هل فعلا مطلوب سعادة النايب من السيد الرئيس حسني مبارك ان كل مشكلة موجودة في مصر لازم يتدخل شخصيا عشان تعديل الاوضاع؟ يعني واحنا بنعيش في عصر محدش يقدر ينكر ان في تعبيرات عن الحرية وصلت الى اسقف ما كانتش موجودة قبل كده. هل ان يترشح السيد جمال مبارك او غيره ده في شيء من العيب؟ الأستاذ جمال مبارك أعلنها صراحة في خبر من حوالي يمكن أسبوع أو حاجة، إنه العدالة لابد أن تأخذ مجراها بحكم إنه هو أمين لجنة السياسات ومتعايش مع هذا الأمر. ابن الرئيس بيطرح اسمه للنزول كمواطن له حق في مسألة ترشح نفسه للرئاسة. يستاهل التوتر اللي بنشوفه والمظاهرات والمناهضات وما شابه ذلك؟ الأمن المصري بجلالة قدره جاب لنا بلطجيه يضربونا في الشارع. طب هل ما بتفكرش تعملوا الكلام ده في حاجه زي الهايد بارك يعني متسع فاضي؟ ما حرضناش على حد ولا عمرنا امرنا بمظاهرات ولا عمرنا ساعدنا على الناس وقلنا اخرجوا ولعوا الدنيا وكسروا الشوارع واحرقوا البلد زي كتير من الحركات السياسيه اللي حضرتك تعرفها كويس هي اللي بتثير هذا الكلام. المناضل خالد عبد الله. ميرسي.